أنا عارفة إن الكلام ده ممكن ما يعجبش ناس كتير. اتعلمي تقولي لأ بدون ما تندمي. لأ لشغل مش مناسبك، لأ لعلاقة بتستنزفك وبتتغيري فيها للأسوأ، ولأ لأصحاب مش شبهك، ولأ لكل حاجة ما بتلاقيش نفسك فيها. أنا عارفة إن الكلام ده ممكن ما يعجبش ناس كتير، لأن ببساطة مش ده الفكر اللي احنا اتربينا عليه من واحنا صغيرين. واتربينا على إننا ما ينفعش نقول لأ أصلا بقى، وإن البنت المؤدبة لازم تقول حاضر ونعم. فواحنا صغيرين ما ينفعش في البيت نقول لأهالينا لأ. بنكبر شوية ندخل المدرسة ما ينفعش نقول للمدرسين برضو لأ. بنكبر ونتجوز وبرضو ما ينفعش نقول لأ. فمن الآخر احنا اتربينا على الطاعة المطلقة والموافقة الدايمة على أي حاجة وكل حاجة، لحد ما بقى أي حد يقول لأ بقى قليل الأدب. أنا أول كلمة فرحت لما بنتي قالتها كانت كلمة لأ. طبعا مش لأ المطلقة على كل حاجة بتاعة الأطفال دي اللي هي كل حاجة لأ، لأ مش دي. لكن فرحت لما قالت لأ اللي ليها علاقة بالرغبة. تاكلي ده؟ لأ. تلبسي ده؟ لأ. لما كان حد مثلا يجي من قرايبنا أو صحابنا، تيجي مثلا تسلم وعايزة تبوسها، فممكن تقولي لأ. لأ اللي ليها علاقة بالرغبة مختلفة تماما عن اللأ اللي هي عمالة على بطال دي اللي كلنا ما بنحبهاش على فكرة. فلأ اللي أنا أقصدها هي لأ بتاعت مساحة الشخص إنه يعبر عن نفسه، إنه يحمي حدوده، إنه يرفض تصرف، يرفض كلمة، يرفض موقف، يرفض أي حاجة مش عايز يعملها. فكلمة لأ بالنسبة لي هي صوتنا اللي بنوصله للي قدامنا لما نكون معترضين على أي حاجة مش شبهنا أو مش مناسبانا، أو شايفين فيها حتى تعدي منه على خصوصيتنا. بشوف دايما كلمة لأ إن هي الحاجة الوحيدة اللي بتحمينا من إننا نكون نسخ أو مجرد تابع لأي حد أو أي عادة أو أي مجتمع، وبالأخص لو أي حد عايز يسيطر علينا. أنا فاكرة كويس قوي وأنا صغيرة، كان بابايا يعني مش صغيرة قوي، كنت مثلا في وقت أولى إعدادي وستة ابتدائي وكده. كان بابايا دايما يقعد يقول لي يا بنتي هو انت ما عندكيش حاجة تقوليها تاني غير لأ. أقول له لأ. كلمة مسيطرة عليا بشكل مجنون. بس بالمناسبة مش هي دي لأ اللي أنا جاية أشرحها النهاردة أو جاية أقول لكم اتعلموا تقولوها. والموضوع ملوش أي علاقة بقلة الأدب زي ما أغلب أهالينا فاهمين أو حتى زي ما المجتمع حوالينا فاهمه. لأ بمنتهى البساطة معناها إن اللي أنت بتقوله مش مناسبني، أو مش مرتاحة فيه، أو مش عايزة أعمله. بس هنا بقى أنت محتاجة تاخدي بالك من تويست صغير كده ممكن يوديكي في حتة تانية خالص، ما بين لأ بتاعة الشخص الناضج الواعي الفاهم هيقول امتى وازاي وفين لأ، وما بين الشخص اللي بيلقلق بقى على كل حاجة. لأ مش هخرج، لأ مش هلبس، لأ مش هسمع، لأ مش هقول، لأ على كل حاجة وأي حاجة. وهنا بقى لازم يبقى عندك وعي بخطورة اللأ اللي انتي هتقوليها. وهنا تحديدا بيكون الخطر كله. بحذرك وده عن تجربة شخصية من كلمة لأ المفرطة. أصل لأ دي سلاح ذو حدين، يعني هي ممكن تصيب جدا معاكي وممكن تخيب خالص معاكي. خلاصة الكلام أنا مش جاية خالص أخوفك من كلمة لأ، ولا اقول وايد الرأي بتاع ان لأ دي قلة ادب وعيب وما يصحش. بالعكس خالص انا جاية اقولك ان كلنا لينا حق مشروع في اننا نقول لأ، بس بشرط انك تكوني عارفة ازاي تقوليها وامتى تقوليها، وتصدقي صوتك الداخلي بجد لما يكون عايز يقول لأ. لان بنسبة كبيرة لو كان المفروض تقولي لأ وما قلتيش انتي هتندمي. واكتر لأ هتحتاجيها في حياتك وهتشكريني عليها لأ في الشغل. اهم كلمة لازم تتعلمي تقوليها في شغلك هي لا. وبالمناسبة اوعي تخافي ان ولادك يقولوا لا، لان ما اعتقدش حد فينا يتمنى ابدا ان ابنه يكون ما عندوش رأي او ما بيعرفش يحمي مساحته الشخصية. اتمنى من كل قلبي ان بنتي يكون عندها شخصية، حتى لو رأيها عكس رأيي، وحتى لو رأيها مش هبقى دايما موافقة عليه. فالخلاصة ان كلمة لا حق مشروع لينا كلنا، بس مهم تعرفي امتى وازاي هتستخدميها، يا اما هتخسري حاجات كتير قوي في حياتك بقولك لا. وفي النهاية انا بس كنت عايزة اقول حاجة، ان اللي بيقول كلمة لا دي مش قليل ادب. اللي بيقول كلمة لا ده شخص عارف حدوده كويس قوي وبيحاول يحميها، بيحاول يستخدم حقه الشرعي في انه يقول لا.